في مؤشرات كتير بتقول ان رغم الانفاق الضخم ده في اخر 3 سنين، الا ان لحد دلوقتي مفيش اي فرق حقيقي حصل في ربحيه الشركات اللي بتستخدم النماذج الامريكيه. معهد MIT عملوا بدراسه في 2025 ان 95% من الشركات اللي بتتبنى نماذج الذكاء الاصطناعي ما كانش ليها اي تاثير يذكر على ارباح الشركات اللي استخدمته. فلو الدراسه دي صحيحه، يبقى المفروض التوسع في البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي يقل، وبالتالي الطلب على معالجات انفيديا هو كمان هيقل بنفس السرعه، ومعاه قيمة شركة انفيديا. حتى احتكار انفيديا لسوق المعالجات دلوقتي بقى صعب جدا، خصوصا مع ظهور لاعبين جدد قدروا يصنعوا معالجات بنفس كفاءة معالجات انفيديا. من اهم اللاعبين دول هم شركة جوجل ومعالجاتها الجديدة التي بي يو اللي قدمتها للعالم في 2025 مع نموذج جيميناي 3، اللي بيعتبر حاليا نموذج الذكاء الاصطناعي الاكثر كفاءة، واللي تم تدريبه بالكامل باستخدام وحدات التي بي يو الخاصة من جوجل بدون اي اعتماد على معالجات انفيديا.